زهرة الكلية وريحانتها وبهجتها أستاذنا القدير أستاذ محمد بن لخطر فرار أستاذ الأدب القديم. وأنا أذكر أستاذنا بالمناسبة قبل 13 سنة أو 12 سنة كنت أدرس مع الأستاذة إيمان وعافية في نفس القسم في مقياس الأدب الأندلسي أولى ماستر. فهذه ثمرة الأستاذ وهذا ما جناه، والحمد لله على فضله وعلى أفضاله وعلى تدريسه لنا في ذات مرة، الحمد لله وبنعمة وهيئتهم الصالحات. وأنا أشكر كل القائمين على هذه الندوة، وبالتالي سألقي على مسامعكم هذه التوصيات التي خرج بها هذه الندوة. بسم الله. اتفق الأساتذة على بعض التوصيات أهمها عقد ورشات في هذا المجال للطلبة، لأن هذه الندوة حري بنا أن نبسطها للطلبة الذين سيستفيدون منها كل الاستفادة. أمر آخر وهو ترقية الندوة إلى ملتقى وطني. نبدأ بالوطني وبعدها إن شاء الله يكون لما لا دولي إن شاء الله. أمر آخر وهو إخراج هذه مداخلات الندوة في نسختين، أولى عربية وأخرى مترجمة بالإنجليزية. ونحن نشكر بهذا المقام مخبر الإنجليزية الذي شاركنا هذه الندوة، وهم مشكورون على هذا الحوار التفاعلي بين الأدب والإنجليزية، وهذا ما نحتاجه اليوم وقد استفدنا من مداخلتهم. أمر آخر وهو التعمق في الدراسات العربية القديمة والاهتمام بالتراث العربي وبالأخص الأدب الجزائري. أمر آخر وهو الشراكة بين المخبرين أبحاث اللغة والأدب الجزائري ومخبر الإنجليزية، وهذا قد بدأ منذ القديم إن شاء الله وسيستمر بإذن الله، لأنه هذا التفاعل بين الأدب والإنجليزية سيثمر إن شاء الله آدابا وآفاقا مستقبلية جديدة. أمر آخر وهو إنجاز مشاريع بين المخبرين في الجانب العلمي والأدبي والفكري والثقافي. توصية أخرى وهو انفتاح المخبرين على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي. وتوصية أخيرة وهي أن مجلة المخبر ترحب بمثل هذه المداخلات سواء في التراث القديم أو الحديث، وبخاصة في الأدب الجزائري. وأنا أشكر بدوري كل من أسهم في هذه الندوة.